الشتاء مش لازم يكون موسم الجفاف لبشرتك. لو بتلاحظي إنه بشرتك مشدودة طول الوقت، أو بتلاقي إنه في احمرار أو قشور بسيطة لما بتبصي في المراية، فدي مش أعراض عادية. دي ممكن نقول عليها رسالة استغاثة من بشرتك بتقولك إنه حاجز البشرة بدأ يضعف. الحقيقة إنه في الشتاء البشرة بتواجه تحدي كبير، لأنه الهواء البارد والرطوبة القليلة بتسحب الرطوبة من الجلد، والمية السخنة بتفقد البشرة زيوتها الطبيعية، فطبعا ده بيضعف من حاجز البشرة. كمان الغسيل المتكرر باستخدام أنواع غسول قوية أو باستخدام الصابون القلوي ده ممكن يغير من درجة حموضة الجلد، وبالتالي هيضعف حاجز البشرة برضو. الحل هنا مش انك تغيري روتين العناية للبشرة بتاعك، الحل انك تعملي تعديل ذكي، يعني بلاش استخدام المية السخنة وهنستخدم المية الفترة افضل. هنستخدم غسول يكون لطيف يحافظ على زيوت البشرة بدل ما ينشفها، وهنضاعف جرعة الترطيب. ويا سلام لو خصصنا يومين في الأسبوع لترميم حاجز البشرة باستخدام منتجات تكون غنية بالسيراميد والبنسينول والهيالورونيك أسيد، وبكده هتفضل بشرتك ناعمة ومرتاحة طول السنة وتخلي روتينك شتوي بامتياز. تابعينا علشان تعرفي كل جديد. دمتن جميلة.